السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين في أحسن صحة وعافية إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفتي الخاصة. اليوم نتقاسم معكم واحد الطاجين بالسمك كيجي رائع رائع بطريقة اللي هي بسيطة ورائعة، كيجي معلك وطيب على حقه وطريقه، واحد شرمولة خاصة كيجي لذيذ بمذاق ولا أروع. كنتمنى تجربوا هاد الطريقة. دوزو للطريقة. كنحتاجو 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس يكونوا مقطعين رقاق. كنضيفو 3 ديال الحبات ديال الثومه يكونوا مدقوقين اولا محكوكه رقيقه. كنحتاجو العطريه، عندي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار. بهاد الطريقه اكيد غتاكليه وانتي فرحانه، كيجي خاتر ولذيذ بزاف. كنحتاجو واحد نص معلقه ديال الهريسه اولا معلقه صغيره على حسب الذوق. راه ما كيجيش حار، كيجي لذيذ، كيجي رائع بهاد الهريسه، تيجي غزال غزال. كنضيف واحد الكاس ديال الماء، الماء عادي. الا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك واعجاب بالفيديو، بارطاج مع الاهل اللي تعم الفائده فضلا وليس امرا. كنحركو مزيان الشرموله ديالنا. طاجين مشرمل على حقه وطريقه، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه. كناخدو الطاجين ديالنا فينا نطيبوه. كنضيفو خيزو هو الاول، درت انايا واحد 4 ديال الحبات ديال الخيزو، قطعتو هكا طويل رقيق باش بالزربه يطيب. كندير كلشي دفعه وحده بطريقه اللي هي ساهله ومبسطه وبالزربه كيوجد. كناخدو الشرموله ديالنا، كنضيفو فلفله كبيره حمراء مقطعه دواور، واحد الحبه ديال البصله مقطعه حتى هي دواور. طريقه اللي ساهله ساهله ومبسطه وبالزربه كيوجد. واحد الحبه ديال المطيشه مقطعه حتى هي دواور. وكنخلطو مزيان هادشي في الشرموله. هاد البصله والمطيشه والفلفله تنخلطوهم مزيان بالشرموله. طريقه اللي ساهله ساهله، كلشي كديريه دفعه وحده. بهاد الطريقه اكيد غادي يعجبك وكيجي بنين وكيجي معسل. كنستفو الخضره ديالنا في الطاجين هكا مزيان. طريقه اللي ساهله ساهله وكيجي رائع، كيجي بنين ما تشبعوش منه. غير جربوه. طريقه اللي ساهله وغزاله. كيجي رائع رائع، غير جربوه. وبالزربه كيوجد في نص ساعه ولا 45 دقيقه بالزربه كيطيب. كنحتاجو هنايا الحوت. غندير هاد النوع ديال الحوت تيجي غزال. حنا تنقولوا له هنايا الشعره، تيجي زويون في الطاجين غزال وما فيهش العظم بزاف. كنديروه في الشرموله مزيان وكنحطوه فوق الخضره ديالنا. طريقه اللي ساهله ومبسطه. ديروا شي شويه ديال المزاود ديال الحار، كيطلقوا ديك البنه ديالهم تيجي رائع وغزال. تنكبوا لاصوص اللي بقات كلها من الفوق. كنزيدوش الماء، غير هادشي اللي درناه داك الكاس كيطيب تيجي زويون. كنديروا عليه واحد شويه ديال الحامض بهذه الطريقه. كيجي الطاجين ديالنا معلك وغزال غزال وبالزربه كيوجد. كلشي كديريه دفعه وحده. كنضيف واحد شويه ديال الزيت من الفوق، تقريبا واحد 4 كاس.
طريقة اللي ساهلة ساهلة وبالزربة كيوجد. كنديرو واحد شوية ديال الزيتون من الفوق كيعطي واحد البنة اللي هي غزالة، وكنديروه فوق البوطة تقريبا واحد 30 دقيقة حتى ل45 دقيقة، وكنقصو عليه البوطة وتنخليوه يطيب على خاطرو. راه كيجي لذيذ وكيجي رائع كله معسل، ما تشبعوش منه. من بعد ما طاب كما كتلاحظوا كيجي رائع رائع ولا اروع، كيجي خاتر ولذيذ بزاف. كنتمنى يعجبكم وتجربوه بهذه الطريقة، وصفة اللي هي غزالة غزالة وخطيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.